قالوا ايوه يا ام شيماء. لا ولا ازاي ولا ما ازيش يا ام شيماء، اقعد ساكته، انا مش طايقاك ولا نازله لي من زور. لا لا لا، فلوس الجمعيه ايه؟ انت طول عمرك نصابه، لا مش كده. لا لا، ولا على الحركه الا اللي انت عملتيها دي بتاعه الفطار والمواعين، لا مش هي، لا مش هي انك قمتي وما غسلتيش المواعين، مش هي، لا. طب ما تسيبيني اخد نفسي، خد انت نفسك وسيبيني انا اتكلم، اتنفسي كده شاهين وزفير يا ام شيماء وسيبيني اتكلم. ايه يا ام شيماء الاسعار دي؟ ما احنا عارفين ان ما يعلم بها الا ربنا. ايه يا ام شيماء، ازازه الزيت اللي ما اعرفش ب100 وشويه، والفراخ اللي ب100 وشويه، كل حاجه العمله 50 و70 و80 و90 دي اتلغت ليه يا ام شيماء؟ ايوه يا ام شيماء، ايه الاسعار دي برضه انا عايزه افهم. يعني قاعد كل يا ما تتصرفي يا ام شيماء. يعني انت مالك؟ ليه يا ام شيماء، هو انت مش السبب في زياده الاسعار يا شيخه؟ ولا امك، قصدي ولا مامتك، ولا مامتك، ولا ابو شيماء الله يرحمه يطلع من التربه ولا حاجه يلعب في الاسعار وينزل تاني؟ مش ابو شيماء يا شيخه. وانا اللي كنت مفكرك انت يا ام شيماء، حقك عليا يا حبيبتي. معلش يا حبيبتي، امسحيها فيا خلاص، حقك عليا حقك عليا. طب سلام يا ام شيماء، انا هكلم ام عبير على المشط، قصدي اديها تليفون. سلام سلام. ترجعي اول ام شيماء، بس طلعتي مظلومه. قالوا ايوه يا ام عبير. ينفع يا ام عبير الاسعار دهيا يا ام عبير في الطالع كل يوم؟ يعني الواحد تعب. ما احنا كلنا تعبنا. طب يا ام عبير ما تشوفي لك حل. انت مالك؟ يعني انت مالك؟ يعني ايه يا ام عبير؟ يعني انت مالكيش دخل في زياده الاسعار دهيا؟ لا اله الا الله يا رب، امال مين بقى؟ يعني انا مش عارفه برضك هو مين. خلاص طيب يا ام عبير، انا هعس كده، لو عرفت حاجه هبقولها لك. يلا حبيبتي، في رعايه الله، سلام سلام. مع السلامه يا ام عبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب إن شاء الله تشفي يا رب ابن عماد، شفاء تام هو وكل مريض يا رب، وتنصر إخواتنا وأهلينا في غزة. خلاص إحنا رمضان خلص، كل سنة وحضراتكم طيبين. للأسف الأيام الحلوة بتعدي في لمح البصر. يا رب اجعلنا من الفائزين، واللهم يا رب بلغنا ليلة قدرك وارزقنا فيها على قدر قدرك، واجعلنا يا رب من الفائزين بليلة القدر، واجعل لينا وليك ودعوات ودعوات مستجابة. وان شاء الله تفرجها برضو على اهلنا واخواتنا في غزة يا رب، وترجع لهم حقهم وارضهم. كان كده يا جماعة، زي ما انتم عارفين احنا نمنا، ويا ريتنا ما نمنا. صحينا لقينا، ويا ريتنا ما صحينا برضه، يعني يا ريتنا ما نمنا ويا ريتنا ما صحينا الاتنين. لقينا الاسعار حاجه كده مبالغ فيها. انا مش هيأس، يعني كل الناس تقعد مش هتزهقي انت، مش هيأس والله. ما انا شوف، طول ما انا شايفه حال الناس، وطول ما انا سامعه بوداني عيشه الناس عامله ازاي، مش هيأس. لقينا الأسعار اتخسف بيها الأرض، أو الجنيه بمعنى أصح اتخسف بيه الأرض، وما بقاش يعني قادر يصلب طوله ولا يصلب نفسه قدام أي عملة ولا قدام أي سلعة. اللي حصل ان قالك لا احنا هنوازن وسعر الدولار هينزل، وفعلا سعر الدولار نزل. غالبا كان وصل حاجة و70 جنيه، بقى دلوقتي بيتراوح من 45 ل 48، احسن بكتير من 70. عندنا دلوقتي حوالي انخفاض في الدولار حوالي 35 او 40%. اللي حصل ان الحكومة قالت لك بصوا يا جماعة، احنا عملنا كده، نزلنا سعر الدولار، اعمل كده ان شاء الله وقول هف هتلاقي الاسعار رخصت. طيب قعدنا مستنيين، عدى اسبوع اتنين التالت ما حصلش حاجة. طلع علينا بقى السيد رئيس الوزراء وقال لك ايه، بسم الله ما شاء الله، يعني قال لك في حاجة غريبة بتحصل في السوق، في ارتفاع غير مبرر في السلع، في احنا مش عارفين نوازن سعر السوق مع ان سعر الدولار نزل. اللي بيحصل في الاسعار السلع دي حاجة احنا مش عارفينها. والله يا راجل، امال مين اللي عارفها؟ انا والله انا ما اعرف حاجه. ام شيماء طلعت ما تعرفش حاجه هي كمان برضك، وما بتلعبش في الاسعار. يعني مين اللي بيلعب في ازاز الزيت يا حكومه، والبيض والفراخ والسمك والهلم جرة دي مين؟ قالك في حاجة خفية عننا احنا يعني يعني كحكومة مثلا، في حاجة خفية في بتحصل في الأسواق. احنا قللنا سعر الدولار، ازاي ان الأسعار منزلتش؟ قالك من المفترض ان كان في أول رمضان الأسعار تنزل 30%، يبدأ المواطن يحس بتحسن في الأسعار لحد لما نيجي عند عيد الفطر
ونقول لك الحمد لله انت وصلت بالسلامة والأسعار تنزل 50%. لكن ده ما حصلش. طب انت بتسأل مين؟ بتسألني أنا؟ والله ما أعرف حاجة. والله أنا زيك والله. بصحى من النوم ألاقي الفراخ مثلا امبارح سايباها ب110، أصحى الصبح ألاقيها ب120. ألاقي إزازة الزيت مثلا كانت ب130، تصحى الصبح تلاقيها ب150. كرتونة البيض تبقى شاريها لسه من يومين ب155، تصحى تاني يوم تلاقيها ب170. طب ما تعلمونا نبيض يا حكومة، هي مش صعبة يعني اعملوا دورات تدريبية بيضية، كيف تبيضي في المنزل، كيف تبيض في البيت، في العمل، في الكلام ده كله. لكن حضرتك لما تطلع تقول لي في حاجة بتحصل مش مفهومة، مين اللي يفهمها؟ يعني انا عايز افهم، انتوا بقالكوا شهر من ساعة الدولار ما نزل، انتوا ازاي مش قادرين تسيطروا على الاسعار؟ ازاي تقولي ان المفروض اسعار السلع تنزل 30% وعلى عيد الفطر توصل 50%، والعكس هو اللي بيحصل، الاسعار بتزيد كل يوم عن التاني، الاسعار بترتفع. انا اول مره اشوفها في البلد دي ان الاسعار بتزيد كل 5 دقايق. المحلات دلوقتي ما بقوش يحطوا خلاص تسعيرات على حاجات، يقول لك وانا هعمل ايه؟ طيب ما انا بيتصل بيا الشركه تقول لي لا بعد اذنك غير السعر، لا بعد اذنك ارفع لي سعر السوق، بعد اذنك ارفع لي المكرونه، بعد اذنك ارفع لي الزيت. هو في إيه؟ حضرتك انت كوزير وزراء لما تخرج تقول انا مش عارف ايه اللي بيحصل في السوق، طب من احنا نعمل ايه؟ طب ما حضرتك ما انت طالما مش عارف ايه اللي بيحصل، نقعد في البيت على الكنبه الشезлونج، نتفرج على التلفزيون، نلبس الجلابيه الكاستور المقلمه ونقعد نتفرج زي ما احنا كمواطنين بنتفرج. لكن لما حضرتك تقول لي انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل، ده امال مين اللي يعرف؟ اللي بيحصل في الاسعار دي حاجه غير طبيعيه. وتلاقي بقى كل واحد متفاوت. يعني انا امبارح لما عملت الفيديو بتاع الفريك، ناس تقول لي انا شاريه من عندنا ب70، وناس تقول لي لا ده انا شاريه ب75، واحد تقول لي لا انا شاريه ب58، واحده تقول لي انا شاريه ب63، واحد بكل الناس. يعني ما لقيتش سعر ثابت، ما لقيتش ناس مثلا دخلت زي بعض تقول لك ده ب70، ده ب60. لا، يا 10 فوق 5 فوق، يا 10 تحت 5 تحت. القفشه بقى بتاعت السوق دي، انكم تمسكوا التجار كده، ولا انكم تنزلوا تشوفوا الاسعار، او تنزلوا بقى ما تشغلوا بقى رؤساء الحي، ما تشغلوا بقى مثلا اعضاء مجلس الشعب، كل واحد كده ينزل في الدايره بتاعته يشوف التجار بتبيع ازاي، يدخل السوبر ماركت، مش هو اللي يدخل، معلش انا لو اسفه، يعني لو بقول عضو مجلس الشعب ينزل حد تبع عنده كده، ينزل الدايره بتاعته يشوف اسعار المحل، اسعار السوبر ماركتات، اسعار الجزارين، اسعار بتوع الفراخ، اسعار بتوع البيض، اسعار كل واحد يتحركوا بقى شويه. يعني معلش، يعني هنقوم من على البيت كده على ما يفقس. لكن انت حضرتك تطلع تقول لي المفترض كانت الاسعار تقل 30% وعلى عيد الفطر 50%، واللي بيحصل ده حاجه مش مفهومه. مش مفهومه ازاي؟ يعني شو في حاجه عندك؟ طب ما تطفي الراوتر وتشغله من الاول، او انفخ في السماعه.